هاي، رجعت لكم اليوم بفيديو جديد زي ما هو موجود بالعنوان. فيديو اليوم حيكون عن مشتريات الشتاء من شي ان. طبعا قبل ما نبلش بالفيديو بعرف انه انا كتير ساحبة على موضوع اليوتيوب وكتير غايبة، بس مش عارفة ليه، ما في سبب صراحة غير انه انشغال. فبتقدروا تساعدوني بانه ما اقطع على اليوتيوب، بانه تكتبوا لي افكار ممكن اصورها بالفيديوهات الجاية، يعني ممكن اتشجع وما اقطع واصور لكم اكتر. فاذا في عندكم افكار حابين تشوفوها على القناة بتقدروا تساعدوني بهاي الشغلة بانكم تكتبوا لي اياها تحت. وقبل ما نبلش بالفيديو، اذا انتم مش مشتركين بالقناة فبتقدروا تشتركوا بالقناة لحتى تشوفوا فيديوهات تانية اكتر. وبس يلا نبلش. انا طلبت اواعي وشنط وشوز واشياء هيك ما إلها اي داعي، بس زيادة مصاريف. ففي كذا اشي بهذا الفيديو، يعني مشتريات شتاء، اواعي، ملابس واشياء مشكلة، يعني كل حاجة بتلاقوها بهذا الفيديو. فيلا نبلش. رح نبلش بهاي البلوزة. اوكي، هاي البلوزة اللي عجبني فيها، طبعا انا بحب اللون الابيض كتير، بس اللي عجبني في هاي البلوزة هو قصة القبة، انها هاي نك، فحلو يعني انه تتدخل الشالة جوا فبتطلع مرتبة. بالنسبة للخامة تبعتها يعني عادي، مش عارفة شو هاي الخامة بسموها، بس انه بتدفي. هاي زي هيك من جوا، بحس انها دافية، بس بنفس الوقت يعني بلتبس فوقها جاكيت يعني في الايام الباردة كتير. ثاني قطعة هو هذا الكوت، طبعا زي ما انتم شايفين اللون باين. يس، جبت كوت اصفر. الحلو فيه انه هو بيجي طوله للرمانة، يعني انا طولي 1.60 متر ووصلنا للرمانة، فيعتبر طوله طويل وحلو. يعني من الكوتات اللي مش دايما بلاقي هذا الطول اصلا، يعني معظمهم بيكونوا تحت الركبة بشوي، بس اول مرة الاقي كوت بيوصل للرمانة، فهذا الاشي حبيته في هذا الكوت. والشغلة الثانية اللي حبيتها فيه هو هذا الدانتيل اللي موجود على الكم، هيك حركة جديدة معطياه او اضافة يعني حلوة، يعني مخلياه مميز شوي. بالي له تنسيق، يعني حاطة فكرة ببالي انه البسه مع لون حيطلع كتير حلو هيك متصوراه. فمش عارفة، يعني في ببالي انه اعمل لكم تنسيقات بملابس شي ان. فاذا انتم حابين تشوفوا هاي التنسيقات فممكن تكتبوا لي تحت بالكومنت لحتى اعمل لكم الفيديو او لا. فهاي تاني قطعة. طبعا هو كمان بيجي مبطن من جوا، يعني خامته تقيلة مش خفيف، مبطن وزي هيك. وبس هذا بالنسبة للقطعة الثانية. اوكي، بعد هيك رح نيجي لهذا الجاكيت الجلد. يلا، هذا المعطر اللي ورا، كل ما يرش بلتمسه بخاف، مع اني عارفة انه في معطر وبيعمل صوت، بس الريحة بتجنن. الله. اوكي يلا نفتح القطعة الثالثة. القطعة الثالثة اللي هي جاكيت جلد، بتيجي طولها يعني عند الخصر، مش طويلة، بس لسه مش عارفة يعني شو في ببالي انسقها او البس عليها. ما بعرف، اذا عندكم افكار ممكن البس عليها هاي الجاكيت احكولي. بس انا الاشي اللي حبيته فيها هو هذا اللون البيج، لانه انا بحب كتير الالوان الفاتحة. اي اشي لونه بيج، اوف وايت، ابيض، خلاص على طول باخده. بحس انه هاي الالوان كتير بتلبق لي اكتر من الالوان الغامقة زي الاسود، فكتير بحب هاي الالوان. وكمان من الاشياء اللي حبيتها كتير بهذا الجاكيت وما كنت منتبهه لها بصورة الموديل غير لما وصلتني، هو الجيبة هاي اللي بالكم. حسيت الديزاين كتير غريب هيك وجديد، يعني الحركة كتير حلوة، يعني حسيتها انه جديدة، مع انه الجاكيت يعني ما بتنفتح على الاخر، بس انه كديكور او كستايل يعني حركة جديدة، يعني حلوة الحركة. نيجي للي بعده. اللي بعدها هي هاي البادي، بتيجي شوي هاي نك، يعني رقبتها او قبتها شوي عالية. هي يعني مش شتوية كتير، بس من يعني هي بتيجي نظام بادي، بلوزة بادي، يعني بتلتبس تحت الأواعي، ففي ببالي اني البسها تحت اي جاكيت، بحس انه بتطلع حلوة. وكمان هاي البرنت او هاي شو بسموها، هاي الديزاين او هاي الطباعة من الاشياء اللي بتطلعها ترند وما بتروح، زيها زي جلد النمر، بس هاي اعتقد انه بسموها جلد الحية، ما بعرف. بس انه المهم من القصات اللي حسيت انه من القطع اللي حسيت انه ممكن تلبق تحت اي جاكيتات، بتطلع يعني حلوة سواء كان بالصيف او بالشتاء، يعني ممكن استفيد منها. فبس هاي من القطع كمان اللي طلبتهم، حسيت انه ممكن يعني البسها. اوكي، نيجي للقطعة اللي بعدها. ننتقل للشوز. طبعا انا شريت شوز كان كتير 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 عاجبني، وهو اكثر اصلا حاجة انا متحمسة لها، واصلا ورجيتكم اياها. هو هذا الاجز،
طبعا انا اكتر اشي يعني مبسوطة عليه بهذا الشتاء انه هي رجعت موضة الاجز، لانه انا بحب الدفا وبحب الاجز لانه بدفي، يعني هيك بكون من جوا بدفي. فهاي اكتر قطعة انا كنت متحمسة لها وبستناها توصل حتى البسها هيك كل يوم، عشان انا ما بحب ادفى. فاوكي، في هذا الاجز طبعا شفت كذا موديل من الاجز موجود على شي ان، بس هذا اكتر واحد عجبني لانه يعني خامته جلد، من برا جلد ومن جوا بدفي فرو. مقاسه طلع على القد بالضبط، انا طلبت 38 ونمرة رجلي 38، فاجى على القد بالضبط، لانه اصلا كان مكتوب في التقييم انه مقاساته مظبوطه. بالنسبه لشكله بالرجل فهو شكله كتير مرتب، لانه من برا جلد فبين عليه فخم. بالنسبه للدفا ما اوصف لكم قد ايه بيدفي وقد ايه مريح بالرجل. هلا رح ننتقل للشنط. شريت شنطتين، في شنطه شوي يعني هيك بتضحك، وفي شنطه عمليه. فشو أبدالكم؟ بحس رح أبدالكم بالعملية أول، عشان بعدين يعني ما تستدفهوني على الشنطة الثانية، فبدي أبدالكم بالشنطة الحلوة يعني العملية. أوكي، هي هاي الشنطة أنا طلبها أصلا للشغل، بس حاسة إنه حجمها أصغر، أو هي كانت باينة صغيرة بس أنا ما توقعت إنها هالقد صغيرة. اوكي، بالنسبه لهاي الشنطه فراح احكي لكم انا ليه طلبتها. طبعا هاي الشنطه من الشنط اللي شفتها كل مكان حرفيا، شفتها على تيك توك، على انستغرام، يعني من الشنط اللي حسيتها هيك صايره ترند هاي الفتره. وكمان انه شوي واسعه بالنسبه يعني تعتبر، او انا توقعتها اوسع شوي بس ما بعرف، يعني هي من جوا هيك واسعه بتيجي، بس يعني مش كتير كبيره، يعني انتوا هلا شايفينها قد ايه. وحذروا كمان شو جبت لها هذا الاورجنايزر، بس ما بعرف يعني حاسه كمان الاورجنايزر اكبر منها. زي هيك شكله من جوا، في بيكون كذا طاقه لحتى الاشياء تنحط جواته بطريقه مرتبه. سكر، الاورجنايزر ما طلع على قد الشنطه، او هي الشنطه طلعت صغيره ما بعرف، او هو الاورجنايزر كبير، بس المهم انه ما طلعوا على قد بعض. فراح استخدم هذا الاورجنايزر لشنطه اكبر، مع انه معظم شنطتي اصلا صغيره، فما بعرف يعني حنشوف حندبرها يعني ان شاء الله. ننتقل للشنطه الثانيه اللي هو انا حساها شوي يعني بتضحك، او مش عارفه يعني، بس انا كتير حباها ويمكن انتم تحبوها كمان. هي هاي الشنطه، باين معكم شو هي. طبعا انا لما وصلني اغراض شي ان، ماما هيك مسكت الكيس وبتقول لي شو انت طالبه كوره، فانه لا يا ماما هاي شنطتي. شفتوا الكياتة بشنطة. حاسة انه هاي المفروض ما البسها، المفروض هيك بس اعرضها هيك على التسريحة. عن جد حتشوفوني حطاها ديكور اكتر من اني حلبسها. شوف بيجي معها سلسلة. طبعا من الاشياء اللي انتم ما بتعرفوها عني، انا بحب الاشياء الغريبة والشنط الغريبة، فهذا كان سبب صراحة اني انا افتح براند بالشنط، عشان هيك اعمل شنط مميزة، شنط جديدة، شنط غريبة، لانه انا بحب هاي الاشياء. ف متحمسة البسها. عن جد انه تمدحوها، انتوا لحالكم امدحوها يعني، بالله ما هي حلوة. باسكت بول. بس عندي سؤال اهم، وين بقدر البس هاي الشنطة؟ هذا الاشي اللي ما فكرت فيه. وين بقدر اروح بهاي الشنطة؟ او شو ممكن استفيد منها غير اني احطها ديكور؟ طب متى حقدر البسها وين حقدر البسها؟ اجابات كتير ما إلها اي سؤال. بس الجاي هلا اشياء عشوائية ما إلها اي مصنف يعني، ما بعرف، فشوفوها معي. اول اشي طلبت هاد الجلوفز، رح اورجيكم اياه حيعجبكم باللبس. شوفوا الجمال، شوفوا الاناقة. اوكي، نيجي للقطعة اللي بعدها. محفظة حمراء، اكيد عارفين السبب صح؟ طبعا المحفظة بتيجي واسعة، فيها كذا طاقة، شفت زي هيك. اوكي، ومن هون كمان في فبتكفي يعني، وبتكفي الكارد، الفلوس، كل حاجة يعني. ولونها احمر.
اللي بعده طلبت كفرات للجوال. طبعا هدول الثلاث كفرات كان سعرهم كتير حلو فلهيك جبتهم لانه الالوان تبعهم حلوة. وهذا الكفر عشان في العلاقة زي هيك بيجي وبيلتبس او بتعلق، ومن هون نقدر نتحكم بالطول قديه ممكن احنا نخليه. هدول الثلاث الوان. اوكي هيهم بينك بيج اسود. طبعا انا طلبت البينك والبيج لإلي، الاسود راح اهدي لحدا. بس هي هدول الثلاث الوان بجننوا. اللي بعده من الاشياء العشوائيه اللي ما إلها داعي، ما راح افتحها هلا لانه راح افتحها بس استخدمها، بس راح احط لكم صورتها هون على جنب. هي لوحه بتنعمل بالكريستال، فهي الاشياء انا كتير بحبها، فيعني حابه اني اعملها واعلقها بالغرفه. هذا من الاشياء اللي ما إلها داعي بالحياه والعشوائيات اللي انا جبتها. هاي الطلبيه هاي تبعت مساج الراس، هما بيجوا تنتين مع بعض فشريتهم. طبعا استخدمت هاي، انا بستخدمها صار لي فتره كتير حلوة صراحة، لأنه أنا قرأت عن مساج فروة الراس إنه كتير منيحة للشعر، لما تحطوا زيت وتعملوا مساج للفروة فبتغذي الشعر وبتحرك الدورة الدموية، فبحاول التزم بهذا الموضوع. فسعرهم كتير حلو، راح أحط لكم كمان صورتهم على الشاشة إذا حابين تطلبوها. وصلنا لآخر إشي من الأشياء العشوائية اللي ما إلها أي داعي بالحياة. هاي شنطة أو علبة للروج، بتيجي هيك بنحط فيها الروج وفيها مراية، فبقدر أشوف. أنا بحط ليبستيك في هاي بس في عندي سؤال، هل هي بتكفي مقاس الليبستيك تبعي؟ فراح نجرب. أوكي يعني تقريبا هي بتكفي يعني مقاسات أغلب الأرواج يعني، فهي زي هيك. بتحط فيها علبة الروج من جوا وفيها مراية. طب والله يعني إنه عن جد هاي القطعة حلوة. هي أوكي يعني بنحكي إنه إحنا إشي عشوائي وتافه وما إله لزوم، بس إنه كيوت وحلوة. نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. بتمنى انه يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا انتم بتشوفوه، وان شاء الله ما بنقطع كتير وحتشوفونا قريبا ان شاء الله بفيديو جديد. ما بعرف شو هو الفيديو الجديد، بس يعني حيكون من اقتراحكم، لهيك اقترحوا لي فيديو جديد او الفيديو الجاي شو حيكون، وراح اخذ من اقتراحاتكم. وبس بحبكم كتير واشوفكم على الفيديو الجاي. باي.